حقن التخسيس. النهارده انا طالع اوعي البسطاء والطيبين، مش طالع اخبط في حد، والله ده فيديو توعوي مش اكتر. الحقن المنتشره اليومين دول اكيد ممتازه والله وفعاله واخده اعتماد دولي، بس لازم نوضح بالظبط هي تنفع لمين وما تنفعش لمين. لازم الدكتور يكون واعي بادواته، ولازم كمان يكون المريض واعي بحالته، ولازم نفهم احنا امتى هنستعملها. يعني نستعملها مع حالات عندها زياده بسيطه في الوزن، ولا حالات عندها سمنه مفرطه. طيب هنصلي على النبي في الكومنتات ونركز قوي ونعيد ونزيد في الفيديو عشان ده على قدر كبير من الاهميه وكل البيوت هتحتاجه. اكيد عندنا حد كبير مريض سمنه ومحتاج يخس بايقاع سريع شويه، وما يحسش ان هو قدامه وقت طويل قوي عشان يحقق اللي نفسه فيه. لا، ده هيوفر لي وقت اقصر ونتائج مضمونه باذن الله. بالمختصر المفيد، الحقن دي نوعين: نوع موضعي بيشتغل على السمنه الموضعيه، ودي اللي بيسموها الميزوثيرابي. الميزوثيرابي دي عباره عن حقن الدكتور بيستعملها في عيادته بسرنجات صغيره كده، سرنجات الانسولين اللي سنها رفيع، بيحط فيها مخدر بسيط كده موضعي عشان ما تسببش شويه وجع. طبعا اختيار المريض في حالات الميزوثيرابي. حالات الميزوثيرابي يا جماعه لازم الناس فيها تكون واعيه، لان هو ما يبقاش عنده سمنه مفرطه وجميع انحاء جسمه مليان، يعني عنده دراعات، عنده جناب، عنده بطن، عنده مؤخره كتيره قوي، ويقول ان الميزوثيرابي هيبقى هو مؤثر في الحاله دي. احنا كده هنبقى عايزين 10 لتر ميزوثيرابي نحقنهم. لا، اختيار الحاله هي مسؤوليه الطبيب. الدكتور المفروض ان هو اللي بيختار الحاله، مش يشتغل على اختيار الحالات نفسه. بمعنى يعني مش الحاله داخله تقول لي يا دكتور انا عايزه ميزوثيرابي، اقول لها يلا يا فندم تعالي نبدا. المفترض هو عارف امتى هيعمل ميزو وامتى مش هيعمل ميزو. طيب الميزوثيرابي لما يكون عندي بروز في منطقه البطن وليكن، وبقيه الجسم مناسب الى حد كبير قوي، يبقى ساعتها الميزوثيرابي ده ملائم جدا في منطقه البطن وهيجيب نتائج مؤثره وهيبان. طيب لو انا عندي مثلا منطقه في المؤخره زياده شويه، او منطقه الجناب اكتر سنه من الوضع العادي، او الانحناء زايد بشكل كبير، ساعتها الميزوثيرابي هيكون مؤثر وفعال جدا. انما لو انا داخل بحقنه الميزوثيرابي بشكه واحده في اتجاهات كتيره قوي، يبقى في الحاله دي انا مش هوصل لحاجه، والدواء بتاعي هيتوزع في بحر مش هيبان. النوع الثاني بقى هي حقن الاوزمبيك او المونجارو، واللي هي معروفه يعني علميا بالبيبتايد ثيرابي. فكره البيبتايد ايه؟ انا بشتغل على هرمون الجي ال بي 1 او الجي اي بي في حالات المونجارو. ولازم نفهم حاجه مهمه جدا قبل البدء: المريض لازم يكون عارف ان مش هينفع يسوق لوحده، لازم الدكتور هو اللي يتولى قصه من بدايتها. مبدئيا الهيستوري تيكن، يعني لازم الدكتور نفسه هو اللي يبدا يتكلم مع المريض ويوضح له الموضوع بيشتغل ازاي، وامتى هيبدا، ويبدا بتركيزات ايه، ويعمل تحاليل ايه قبل البدايه، وهل حالته هتلائم البدء بالطريقه دي. وفي حاجه مهمه تانية: فكره الكوست، تكلفه العلاج والحقن نفسها. لو انا هبدا هقعد 3 4 5 شهور وليكن، لازم اكون عارف التكلفه بتدور في اراوند كام، عشان ما ابداش شهر وبعد كده هوقف، فده ما يصحش. يبقى لو هتبدا الحقن دي، هتكشف عند دكتور تغذيه موثوق، هيطلب من حضرتك شويه تحاليل مهمه قبل البدء في الاجراء نفسه، وبالتالي لو حالتك مناسبه لازم الدكتور هو اللي يبدا معاك. التركيز هو مسؤوليه الدكتور، لازم طبيب مختص يا جماعه، لان ساعات بتحصل بعض الاعراض دي مين اللي هيتعامل معاها ومين اللي هيوضحها لك من البدايه؟ هو الطبيب. فلو سمحت ما تستعملش لوحدك. الحاجه الثانيه، لازم حضرتك تكون عارف ان احنا مثلا هنبدا الاجراء ده لمده 3 او 4 شهور جايين، فتبقى عارف بالظبط انت واصل لفين. طيب الشيفت من تركيز لتركيز هي مسؤوليه الطبيب البحته. يعني حضرتك ما تجيش تقول مثلا الدكتور بدأ معايا ربع، انا هدخل على نص او هدخل على واحد عشان الايقاع يكون سريع شويه. ده مش مسؤوليتك، والاعراض ساعتها هتكون كبيره. لازم الدكتور هو اللي يحدد هتنقل امتى. فلو سمحتوا يا جماعه ما حدش يختار تركيز مع نفسه كده. بالنسبه بقى لحقن التخسيس الموضعي او حتى البيبتايد ثيرابي، كل ده متاح عندنا هنا في المركز باسعار تنافسيه جدا، تحت متابعه طبيه دقيقه جدا. لازم تكون عارف ان انت لازم هتقعد مع الدكتور في البدايه، هيتكلم معاك شويه ويوضح لك كل شيء ويحطه لك قدامك على الترابيزه، ابتداء من التحاليل والسعر وتكلفه السعر هيروح لحد فين وهنكمل لمده قد ايه. يبقى لازم تكون فاهم اول الموضوع ونهايته. عايز اقول لك بقى ان افضل الاسعار هتلاقيها عندنا وافضل النتائج هتلاقيها عندنا، ده غير المتابعه الدقيقه جدا اسبوعيا. مش هتاخد وقت طويل وهتقدر تنجز التارجت اللي انت بتحققه، وهتحس بنتيجه من اول جلسه. اتكلمنا دلوقتي عشان نقول لك ايه المناسب لحالتك وهنبدا ازاي. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه العلاجيه.